الله الرحمن الرحيم. بلشت؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم في 28/12/2013. طبعا هذه أحد المدارس التي كانت محتلة من قبل قوات الأسد الغاشمة، والآن تحررت تماما. طبعا في الأمس في 27/12 وندخل ونأخذ جولة عما حدث فيها. إذن تحت ضربات أبطال الجيش الحر وبعض الفصائل الأخرى، وخص بالذكر فرقة القعقاع الأبية لواء جند الرحمن الذي كان له مرابط هنا من أكثر من سنة، وأثبت جدارة عالية، حيث خاصة قواده الميدانيين لم يذهبوا حتى إلى أهلهم، وقدموا الغالي والنفيس. أيضا تحية كبيرة، تحية إجلال وإكبار إلى أبطال فرقة القعقاع، هؤلاء الأسود الضارية. طبعا عندما يوجه أبطالنا مدافعهم إلى المنطقة، فهذا لا يعني بأنهم لا يؤثرون على القوات، كما هو مكتوب هنا: رجال الأسد الذين لا يظهرون، رجال الأسد، رجال الأرنب، العفو، رجال الأرنب الذين هم أهش من حتى البرشام، الذين الآن هم في حالة هستيريا غير طبيعية. الأسد وبس. كسئت يا أرنب، كسئت يا أرنب، كسئت يا أرنب، كسئت يا أرنب. أنا قبل هذه المرة ومنذ 3 سنوات إذا تذكرني أنا دعستك ببوطي، زين، والآن ابن القورية أبو مريم يدعسك بنعاله. والعفو للمشاهدين، لأن سوريا سوريا للجميع، سوريا للشعب السوري الأبي البطل. لقد أنت لست سوريا أساسا، لأنه من يقتل الشعب، ونحن لسنا شعبك، نحن الشعب السوري الأبي، شعب الحضارات. انظر إلى الدمار، انظر إلى الدمار الذي حل بجنودك، غير الجثث الجثث النتنة التي لملموها الشباب من تحت الأنقاض. لتعرف ما هي خسائرك في كل مكان. قلنا لك لا تخوض في مياه نهر الفرات، لكنك لم ترد لنا النصيحة. النصر قريب وقادم بإذن الله، ونحيي جميع الجيش الحر في سوريا وجميع الفصائل المقاتلة، وكل من يقاتل النظام، سواء كان فصيل إسلامي أو جيش حر، فهو أخ لنا وتاج رأسنا. فمن يقاتل النظام هذا يعني أن لديه غيرة على الوطن وعلى العقيدة وعلى الدين. وبشار الأرنب ضرب بعرض الحائط بكل هذه المثل، لأنه لا يوجد له مثل ولا يوجد له مبادئ، وليس لديهم حتى أدبيات للحرب. إذن هذه المدرسة حرقت بالكامل على أيدي أبطال الجيش الحر الميامين. لم يبدأ غضب الفرات بعد، لم يبدأ تسونامي الفرات بعد يا بشار الأرنب. سوف ترى أشياء لم تراها أبدا بإذن الله. ونحن معك يا حمص العدية، ونحن معك أيتها الغوطة الشامخة بأبنائك. هذه هي معاقل جنودك يا بشار النعجة. هذه المدارس التي كانت يجب أن تكون منابر للعلم، منابر للعلم
حولتها إلى منابر الخراب مو قذائف جحيم هذان؟ عسكرية. ها؟ انظر إلى بعض مجندينك الذين يكتبون سوريا الأسد. خسرت أنت ومن معك ومن يساندك. فانظر إلى البرنامج الأسبوعي. لك لا ما استغربه في كل بلدان العالم. إذا وجدنا صورة للرئيس فهذه حالة شاذة، لكن في سوريا حتى في المراحيض توجد صور للكلب، توجد صور الخنزير، الشار، النعجة. تبا لك أيها الأرنب، وسوف تداس بالأحذية ودست بالأحذية، لكن يبدو بأنك لا تفهم، ويبدو أنك لست إلا ولد لا يعي ما يفعل. أنت إنسان غبي. نحن مع المجتمع الحر، مع المجتمع الذي يحترم حرية الإنسان وكرامته وإنسانيته. لكن نحن أيضا تركيبتنا المجتمعية السورية هي تركيبة إسلامية، ومنهاج حياتنا هو الإسلام. لكن هذا لا يعني بأنه لكل عمله. عاشت سوريا حرة أبية وبشر الصابرين، وليحيى جيش القعقاع فرقة، والوية مجاهدي القعقاع، وليحيى جند الرحمن، لواء جند الرحمن. هؤلاء الناس المرابطين منذ أكثر من سنة على أسوار مطار دير الزور